نصبوا الماء، نحطوا فيها 2 طرات حم وحبه بسطه نقصوها طراف صغار كيما هكا، نحطوا عود قرفه وموغه في سمعه ونحطوا شويه زيت ونبقاو نقليو فيها حتى تبان البسطه كيما هكا. نقعدو نقليو فيها متقليوهاش خلاص، كل ما تقليو كل ما تبنى الماكله. نحطوا شويه ملح ونحلفو. حطيت شويه فلفل الكحل وقعدت نحلف. هنايا بعد ما قليت كلشي مرقتها وخليتها طيب في عقلها. وهنايا بعد ما طابت المرقه هزيتها وصفيتها، وبعد ما صفيتها كيلتها 2 كيلات مرقه بنفس الكيله اللي كيلت بها المرقه هي اللي كيلت بها كيلة سكر. وهنايا حطيت الكيلة تاع السكر ونخلط ونرجعها طيب. كي طيب شويه نحط لها طاجين الحازم ونخليها يطيب معاها. وهنا بعد ما اختارت المرقه نلوح لها طاجين العازم تاعنا. بعد ما جبدته من الفريجيدير خليته يبرد شوي. نزيدو نلوحو الجوز واللوز، لوز بلا قشور ونخلطهم نخليهم يطيبوا في عقلهم. بعد ما طاب طاجين العازب حطيت له شويه ماء ورد وحطيته في الصحنه كيما هكا، وهذا هو الشكل النهائي تاعو. يجي واحد البنه لا توقعهم. وهنايا البنات جيت باش ندير سلطه ماسيدوار. جبت البطاطا وسنايه هي الزراديات اللي يقولوا لها في الولايات واحده اخرى، وجبت الجلبانه حطيتهم يفوروا فوق الكسكاس كيما هكا. فرقتهم على بعضهم كيما هكا باش حبات يجي كل وحده وحدها باش ما يتخلطوش مع بعضها. قصيتهم يا البنات كيما هكا، بطاطا وسنايه قصيتهم كيما هكا طراف صغار كيما هكا. هنايا البنات جبت الطاوله حطيت فيها الماء والملح والزيت، حطيت فيهم الرز باش يطيب، حطيت الزيت باش الرز ما يلصقش من بعد، وحطيت شويه ملح باش الرز ما يجيش مسوس. هذه البنات جبت الطاوله حطيت فيها الماء خليته يغلي، كي غلا حطيت له الزيتون باش يطيب باش يتنحى الملوحه تاعو، حطيت له السكر باش يتنحى الملوحه تاعو، نخليه نبقى نبدلو 3 خطرات حتى تروح الملوحه خلاص. وهنايا البنات بعد ما طابت الخضره اللي فورتها البطاطا والسناري اللي هي تني نقولها في ولايات واحده اخرى زراديه والجلبانه، بعد ما فاروا حطيتهم في الصحنه ونستنى في الروز يطيب باش نحطو معاهم. هنا بعد ما طاب الروز حطيته في الصحنه مع الخضره اللي درناها قبيله. وهنا بعد ما طاب الزيتون قصيتو طراف كيما هكا وحطيته معاهم، بصح نتوما لكن حابين شيرو الزيتون يكون مقصوص وخالص. وهنا زيد حطيت الطون بعد ما نحيتلو الزيت ونخلطهم في بعضهم. هاي كيفاش نحرك فيها باش يتخلط المزيج مع بعضهم. وهنا بعد ما خلطهم الاول مع بعضهم زدت حطيت الكاشير وعاودت خلطتهم كيما هكا. كي خلطتهم وخلصت عاود حطيت الزيت اللي فرغته تاع الطون عاود حطيته فيه خلطتهم مع بعضهم باش يتمازج الزيت مع الخليط مع الماسيدوار. بعد حطيت المايونيز ونخلطهم. وهنايا البنات نسيت ما حطيتش صلصه الخل، نتوما حطوها مع الزيت تاع الطون. بعد ما داويت الماسيدوار دوكا نجي نزينها في الصحنه، حطيتها في الواحد كيما هكا وهاو الشكل كيفاش خرجت. هذا هو الشكل اللي استعملت الماسيدوار، نتوما استعملوا الشكل اللي تحبوا. حكمت السلطه وطماطم وسنايد قصيتهم كيما هكا وداويتهم وزينت بهم كيما هكا السلطه تاع الماسيدوار. وهنا جيت ندير البوراك، جبت البطاطا وقصيتها طراف صغار كيما هكا وحطيتها في الماء طيب مع شويه ملح. وهنا بعد ما طابت البطاطا ضحيتها ونحط لها شويه ملح وشويه فلفل الكحل.
ونحط شويه كاشير، نحط شويه معدنوس، شويه زيتون كحل، شويه فرماج، ونخلط، خلط كلشي في بعضها، شويه طون ونخلطو. نجيبو الخطفه نحطو فيها الخليط تاع البطاطا اللي درناه قبيله، نحطو شويه زيتون وشويه طون من فوقها وشويه كاشير، ونحطو الفرماج، نقفلوها كيما هكا، نوليوها كيما هكا، كيما هكا بنفس الطريقه كيما هكا. نزيد نديرو حبه واحده اخرى كيما هكا، نفس اللي حطيناهم قبيله في الحشوه. نحطو الطون شويه كاشير، زيتون كحل وشويه فرماج، وكل واحد يحشيها كيما يحب. انا نشتي نحشيها كيما هكا، يجي هذيك اختياري بالنسبه ليكم، تحبوا تحشيوها كيما تحبوا. كم اللحم ملحي حشوها باللحم ملحي تاني تجي بنينه. وانايا وليت نقري في البوراك، من بعد كي تحمر من تحت نقلبوها للجهه الثانيه. وهنا هذا هو الشكل النهائي تاع البوراك، لازم يكون لونه كيما هكا، ما يكون نزيد عليه شويه يتحرق، لازم هذا هو اللون اللي يكون فيه البوراك.